الكنيسة المعلقة على اسم السيدة العذراء أنشئت في القرن ال13 أو ال14 الميلادي، وتم ترميمها في العصر الإسلامي. واحد من أبراج حصن بابليون، وهو حصن روماني قديم جدا بناه الرومان في القرن الأول الميلادي، كان بمثابة قاعدة عسكرية وكمان مركز للحكم. اتبنى عند نقطة التقاء النيل بقناة تربط نهر النيل بالبحر الأحمر، وهو السبب الرئيسي إن الكنيسة اتسمت المعلقة، لأنها مبنية فوق برجين من أبراج الحصن ده. يعني جزء كبير من الكنيسة فعليا معلق فوق الفراغ بين البرجين، مرفوعة عن سطح الأرض بحوالي 13 متر. فيها أكتر من 110 أيقونة، بعضها بيرجع للقرن الثامن، وسقفها على شكل سفينة مقلوبة من الخشب بيرمز لسفينة نوح. طرازها قبطي مع تأثيرات بيزنطية ورومانية. فيها 13 عمود رخامي داخل الصحن، 12 منها بيمثلوا تلاميذ السيد المسيح، ومنهم يهوذا وال13 المسيح. ليها 3 مذابح، الأوسط السيدة العذراء، الأيمن القديس يوحنا، والأيسر القديس ماري جرجس. منبرها من الرخام الأبيض المطعم بالأبانوس والعين، وهي كانت محطة مهمة في مسار العائلة المقدسة في مصر.